عايزة أتفرّج بقى، ما ليش دعوة، أنا ما اتفرّجتش من الصبح. أنا قُلت ما فيش أي فرجة غير لمّا تخلّصي كل واجباتِك الأول. طبعًا هنتفرّج، ما تيجي نشوف الروتين بتاعِك وقت الفرجة محطوط فيه إمتى؟ ده بعد الhomework أهو. طب خلاص هانت، ده ما فاضلش غير الhomework نخلّصه على طول ونتفرّج مع بعض. أنا زعلانة جدًا منكم، أنتم أصلًا مش بتحبوني وما بتلعبوش معايا خالص. حرام عليكِ، أنا بالعب معاكِ من الصبح، أنا تعبت. أنتِ زعلانة عشان لعبنا بالليجو والصلصال بس النهارده؟ طب إيه رأيِك تيجي نرتّب روتين بُكرة ونزوّد فيه حاجات جديدة؟ تحبي نخرج والّا ننزل نتمشى والّا نرسم والّا نعمل كيكة مع بعض؟ قولي يالّا كل اللي نِفْسِك فيه. مواقف كتير مع الأطفال يوميًا حلّها أبسط شوية من كل الصراعات والخناقات اللي بنعملها معاهم. أول حاجة، مش هنخفف خالص من مشاعر الطفل لكن هنقبلها. تاني حاجة، مش هناخد الموضوع بشكل شخصي علينا، لكن هابدأ أعلّم الطفل وأصحّح اللغة اللي بيتكلم بيها. تالت حاجة، هنستخدم القاعدة اللي بتقول إن الروتين هو القائد، كأني باقول للطفل أنا حاسة بيك ومعاك وفي صفّك، بس في روتين بيمشي عليَّ وعليك، يالّا أساعدك وأدرّبك ونعمله مع بعض. أتمنى تجرّبوا الطريقة دي وتقولوا لي، ولو عايزين تسألوا عن الروتين اللي إحنا بنستخدمه هاسيب لكم لينك الwebsite بتاعنا في الكابشن.